أصدقائي الحلوين عاملين إيه؟ أتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. بالنسبة للسؤال ده زميلتنا بتسأل لو هي في جامعة حكومة وهي تاني دفعة في الجامعة. فمثلا الجامعة هتكون محتاجة مثلا معيدين، فهل الأولوية هتكون لأنهي دفعة؟ هبياخدوا من الأوائل بس؟ يعني هي بتسأل عامة على التعيين في الجامعة. طيب خلينا نتفق الأول إنه الكلام ده هيرسي على جامعة خاصة أو جامعة حكومة. التعيين في الجامعة الأولوية الأولى بتكون لأبناء الجامعة. يعني الأولوية بتكون للطلبة اللي متخرجة من نفس الجامعة. طبعا الأولوية برضو في الترتيب بتكون هي للأوائل، أوائل الطلبة، مثلا العشرة الأوائل أو ال15 الأولانيين. بيختاروا منهم الكم، يعني مثلا الخمسه الاوائل مثلا يعملوا معاهم انترفيو، يشوفوا مين المناسب للتدريس، يشوفوا مين اصلا اللي عايز، مين اللي حابب الموضوع. لان في ناس بتكون اوائل بس هي مش حابه تدرس، اوكي بياخدوا اللي بعده وهكذا. يعني الاولويه بتكون للاوائل ولابناء الجامعه نفسها. طيب افرض مثلا خلاص خلصوا من الدفعة دي ومفيش حد مناسب تاني ولسه محتاجين، وقتها بقى بياخدوا من جامعات تانية، ممكن يستعينوا من جامعات تانية، يفتحوا مثلا كول ان احنا محتاجين معيدين في المواد دي 1 2 3، وعندنا شروط 1 2 3، فالناس بتبدأ تقدم اوائل مثلا من جامعات تانية. في كمان ممكن نتكلم على لو حد مثلا مش من الاوائل وعايز يدرس، ممكن لو يعني مهتمين بالموضوع ممكن نتكلم عنه فيديو تاني. اكتبوا لي في الكومنتس لو انتم محتاجين. بس كده معلوماتنا النهارده خلصت، اشوفكم في فيديو جديد.